إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا الحمد لله والشكر لله تم تتويج المشاركين والمشاركات في مسابقة الريان لتدبر وتجويد القرآن الكريم، والتي نظمت في شهر رمضان المبارك، والتي شارك فيها تقريبا واحد 23 مشارك حول ما بين الكبار والصغار. هذه المسابقة دازت عبر مراحل. المرحلة الأولى أن المشاركين أرسلوا لجنة التحكيم التسجيلات الصوتية ديالهم والقراءات ديالهم، ولجنة التحكيم عملت على تصويبها وعلى تصحيحها. ثم بعد ذلك كانت الحلقات ديال المسابقة تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم نحن عشنا واحد الليلة مباركة فيها واحد الجلسة تدبرية للقرآن الكريم، كانت من خلال توجيه أسئلة للمشاركين حول السورة المتبارة حولها وهي سورة الليل. مثلا النوع ديالها واش مكية ولا مدنية، بعض الشروحات ديال الكلمات التي وردت في سورة الليل، وبعض المعاني الإجمالية التي أيضا وردت في سورة الليل. وتم في آخر هذه الجلسة المباركة الإعلان عن الفائزة التي كانت هي منى اسماعيل، التي حصلت على أعلى معدل لا من حيث الأداء يعني أداء القراءة بشكل صحيح تبارك الله، ولا كذلك من خلال الإجابة على جميع الأسئلة التي وجهت إليها بشكل صحيح. إن العلوم الشرعية هي العلوم النافعة الصالحة لأبنائنا، فعلينا أن نعلم أبناءنا ما يتعلق بالعقيدة، مجال توحيد الله عز وجل، ومجال تعليم العبادات والطاعات بمختلف ألوانها، ونعلمهم الآداب ونعلمهم الأخلاق ونعلمهم كيف يتدبروا القرآن وكيف يقرأوا القرآن، لأن القرآن هو دستور الأمة الإسلامية. ونحن إذا وجهنا أبناءنا للمنهاج الرباني المنهاج القرآني نكون على يقين أننا صنعنا رجالا ونساء، رجالا يعتمد عليهم مستقبلا لقيادة الأمة الإسلامية، ونساء صالحات مؤمنات طاهرات، لأن المرأة كلما كانت صالحة كلما سعت إلى تربية أبنائها تربية سليمة تعتمد في هذا المجال على القيم السامية وعلى الأخلاق الراقية، الأخلاق التي نادى بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالحبيب المصطفى هو أسوتنا وقدوتنا، وعلينا أن نتعلم من هذا المعلم الأولي الذي قاد الأمة إلى الخير وقادها إلى النور وأنقذها من الظلمات إلى نور الإيمان ونور البيان ونور الذكر الحكيم. جزيل الشكر والامتنان لمجلة زهرة التي تحتضن فعاليات هذا اللقاء الخاص بالأطفال الصغار الذين قاموا بحفظ القرآن في شهر رمضان من خلال مسابقة الريان في قراءة القرآن. نشكر كل القائمين الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل هذا النشأ المبارك. عشنا لحظات ماتعة رفقة هؤلاء القراء البررة، أثلجوا صدورنا من خلال هذا التنافس الشريف. إذا كان العيد هو يوم الجائزة الكبرى، فهذا اليوم كان بالنسبة لهؤلاء الأطفال جائزة كبرى لهم ولأوليائهم. سررنا كثيرا بهذه الأجواء الإيمانية، أجواء ربانية عشناها رفقة هؤلاء القراء. نرجو من الله أن يجازي أولياءهم وأساتذتهم الذين باركوا هذا الجمع وعملوا على ترسيخ هذه الثقافة الإيمانية والقرآنية لدى هؤلاء النشء. ونشكر مجلة زهرة التي احتضنت كل هذه الفعاليات، ومبارك عليكم الشهر الفضيل. عجبتني كاع هذه المبادرة وهذه الحفلة، وعجبتني كاع هذا الشيء، ونتمنى لكم رمضان مبارك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن